بره اللاين، وإنما هو من صلب الدين. من صلب الدين إن في سكة هتودينا جهنم. ليه نرتكبها وليه نمشي فيها؟ ليه نتجوز عشان ندخل النار؟ ليه نخلف عيل عشان نتعذب بيه في الدنيا وفي الآخرة؟ ليه؟ أنا قلت في حلقة النهاردة، مش في الموعظة الحسنة من شهرين ولا 6 أشهر، هناك فرق بين من تعتقد أن رحمها مصنع للأبطال وبين من تعتقد تغلبيه بالعيال ويغلبك بالمال. جارين رايحين نجيب حشرات، رايحين نجيب أطفال شوارع يقعدوا في بيوتنا مش لاقيين ياكلوا ولا هيتربوا كويس، وهيطلعوا تعبانين ومجروحين ومجرمين. احنا مفارخ بغاث الطير. يعني البغاث دي أكثرها فراخا وبنت الصقر مقلاة نذور. الصقر يخلف عيل واحد، الفرخة تجيب 40,000 كتكوت كلهم بتلات أبيض. احنا بنجيب أولاد نتعذب بيهم، بنتجوز غلط. طيب. ليه نتجوز مدام ده هيودينا النار؟ قالت له كما روى البخاري على الصفحة اللي على الشمال: ما حق الزوج قبل أن أتزوج يا رسول الله؟ قال: لو مصصت دمه ما وفيت حقه. قالت: والذي بعثك بالحق لن أتزوج أبدا. ليه؟ وهو نفس الكلام، يضيعها هيروح النار. كفى المرأة إثما أن يضيع من يعول. ان شاء الله ريح تتجوز عشان تضيعها ويختاروا صح يا دكتور، ويستمتعوا بالساعات وبالأماكن وبالأيام وبالسنين وبحسن الوعد. تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد ذنوب. لكم التحيات وحتى ألقاكم. سلام.